علامات كتير موجودة على كل منتج، بس في علامة واحدة لازم أدور عليها قبل ما اشتري أي حاجة، لأن وجودها هو اللي بيضمن لي إذا كان المنتج ده آمن فعلا ولا ممكن يسبب لي أمراض زي السرطان مثلا. السلام عليكم سيداتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأتم صحة وحال. ليه لازم أدور على العلامة دي في أي منتج بشتريه، سواء منتج للبشرة أو للشعر أو حتى معجون أسنان؟ العلامة دي اسمها اي مارك، وبتدل على ان المنتج ده مصنوع طبقا للمواصفات الأوروبية، وبيتكتب جنبها كمية المنتج سواء بالجرامات لو كانت الحاجة دي صلبة أو بالملي لو كانت الحاجة سائلة. طب ليه مهم اني اجيب المنتج مصنوع بالمواصفات الأوروبية بالذات؟ ايه الفكرة يعني من حاجة زي كده؟ الفكرة ان في مواد ممكن تسبب السرطان بتدخل في صناعات مستحضرات التجميل، زي الفورمالدهايد والفتاليتس والتولوين وغيرهم كتير. وحتى لو كنتي ست شاطرة وواعية وبتعرفي تبصي على المنتجات قبل ما تشتري اي منتج، ففي قانون بيسمح للشركة انها ما تحطش اسم حاجة هي بتستخدمها لو كانت بتحطها بنسبة اقل من 1%، وبيعتبروا ده سر الصنعة، يعني عشان محدش يعرف ياخد كل المكونات بتاعة المنتج ويعمل زيهم. فممكن يكونوا حاطين المواد دي، وممكن يكون المنتج بتاعك فيه اكتر من مادة مسرطنة، بس هما مش كاتبين انها محطوطة لانهم حاطينها بنسبة اقل من 1%. يبقى انت هتعرفي ازاي بقى اذا كانت المواد دي محطوطة ولا لا؟ الجميل بقى ان المنتجات اللي مصنوعة بالمواصفات الاوروبية بتمنع وجود المواد المسرطنة دي في اي منتج من منتجات مستحضرات التجميل، حتى لو كانت نسبته اقل من 1%. وعشان كده اي منتج عليه العلامة دي اللي هي الاي مارك هتكوني متأكدة انه معمول بالمواصفات الاوروبية ومفيهوش اي مادة مسرطنة. بس خلي بالك من حاجة مهمة قوي، مش معنى انك شفتي منتج من شركة معينة ولقيتي عليه علامة الاي مارك تبقى الشركة دي بتعمل كل منتجاتها بالطريقة الأوروبية. لا، للأسف المواد المسرطنة دي بتكون رخيصة وأسهل في تحضير المنتج بالنسبة للشركة المصنعة، وعشان كده في شركات كتير لسه بتستخدم المواد دي في صناعة منتجاتها، لكن بتعمل نوعين من المنتج: نوع مصنوع بالمواصفات الأوروبية مفيهوش أي مواد مسرطنة ودي بتكون عليها علامة الاي مارك، ونوع تاني بيكون فيه مواد مسرطنة عادي وحتى لو كانت بنسبة أقل من 1% ومش مكتوب على المنتج إن محطوط فيه المنتجات دي وما بتلاقيش عليه العلامة. وساعتها الشركة بتكون عاملة منتجين نفس الشكل ونفس كل حاجة، ولكن واحد بالمواصفات الأوروبية عليه علامة الإي مارك والتاني مش عليه علامة الإي مارك وبيكون فيه مواد مسرطنة. طبعا المنتج اللي بيكون فيه المواد المسرطنة دي ساعتها بيروح للدول النامية، أما المنتج اللي خالي من أي مشاكل فده بيروح للدول الأوروبية اللي بترفض وجود أي مواد مسرطنة في مستحضرات التجميل. فنصيحتي ليكي بقى اتأكدي من وجود العلامة دي في أي منتج قبل ما تشتريه، وقومي دلوقتي شوفي كل منتجاتك عليها العلامة دي ولا لأ، واكتبيلي في الكومنتس اكتشفتي ايه. أخيرا لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وأكيد شير لكل أصحابك علشان الكل يستفاد. Thanks for watching وأشوفكم في فيديو جديد.